السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا حبايب قلبي، جيناكم وصفة جديدة. اليوم الحلقوم، هاي لون الصبغة لون أحمر، اليوم عاجبني أسوي لكم منها. هاي صبغ أحمر حبايب قلبي، هذا مي الورد أصلي درجة أولى، والشيرة أنا مسويتها اليوم. هاي الطريقة مالتها أراويكم إياها، هاي ولا تنوجد حتى باليوتيوب، أنا طريقتي معتمدة يعني عليها، والاعتماد على الله. هسه ابتدي اجيب، هذا عندي انا هنا جدر او حلة مثل ما يسموه بعض البلدان من اخواننا، راح اخليه بيها. عندي انا هذا المقياس 4 قلاصات مي، اخليه على طريقتين، شيرة مكملتها و4 قلاصات مي وعليهن شيرة النشا، العفو، ما ادريش عندي اليوم مي الشيرة. هاي هسه انزل هنا النشا. النشا أنا ما عندي يعني مقياس محدود، تقريبا خليته 1.5 قلاص، نفس القلاص اللي قست بيه المي، الستيل، القلاص الستيل اللي شفتوه. هسه ابتدي بالتحريك، يعني بس تذوب المواد، النشا ويا المي، ها هي يعني اللي اريده حتى ما يتكتل. وراح هسه وين اوديه؟ عالطباخ. هاي راح اروح هسه عالطباخ. هاي ابتديت بالتحريك، اريده يسخن، يعني الحرارة تكون مالته، يعني مو حيل يغلي غليان درجة أولى، لا. هسه بدأ نزل الشيرة، هاي باعوا شلون، والنار عالية، معليتها عالية يعني مطيتها أقوى شوية. هاي أبقى أحرك أني نهائيا بعد إيدي ما أشيلها، لأن أخاف يتكتل، مو النار مثل ما قلت لكم بعدها عالية. هسه بدأ عندي يثخن شوية، أقلل النار مو هواي، قليل، يعني شلون يقول لي يتهدر. هاي حبايب قلبي أبقى مستمرة بالتحريك. شوف شلون ثخن، هسه صار شلون حلاوة النشا جاي بالضبط. راح أخلي اللون هسه عليه، أوكي تردي حسب الرغبة على هاي. هسه أنا تقريبا عندي كملت باع، أو يعني بجدر ما تلزق، هي هاي اللي أريدها، بس بعد بيه رطوبة يعني جاهزة. هسه قللت النار عليه، اللي يريد هذا اللون بكيفه. هاي خليت الصبغة وأشوف ها هي لو بعد أحتاج، راح أحرك وأشوف. شوف اللون الزاهي شلون حلو. بعد راح أحتاج شوية صبغة، أريده باعوا بالجذر قام ما يلزق. هي هاي الطريقة مالته اللي أني أريدها. أنا طبعا معتمدة عليه، والاعتماد على الله هاي من زمان، يعني لا تيوب ولا شي، أنا معتمدة عليها وكلش ناجحة يعني 100%. هاي خليتها شوية صبغة. أنا قبل سويتها بلون الأصفر عندي، ما نزلتها بالقناة، يعني إحنا تقريبا من عشاق الحلويات. هالمرة عجبني اللون الأحمر، باع شلون الجذر مثل زقبي، يعني واحدة قام ينشلع. راح أكمل. أنا عندي القالب خليت بيه النشا، خليته على جهة ما تاخذ يعني هواي. هسه راح أخلي قبل الأخير مي الورد العطر. شوف لونها شقد حلو، عالوج كلش حلو. وبكيف اللي يريد يخلي هيل، يخلي أيسون، حبة حلوة، أي منكهات، فانيلا، باللي يعجبه. هسه راح أخلي مي الزهر عليها. هذا مي الورد العفو، تريد تخلي مي الزهر عادي، بس ريحته كلش حلوة يعني، وقوية حيل. الله ما أوصف لكم العطر شلون، يعني مفروض واحد يعني هسه يخترع شلون الروائح. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا أروع من هذا العطر وهذا الطعام، ما أوصف لكم إياها يعني، حتى أحلى.
بالمنظر. هسه خليتها النشا بالصينية. عندي القالب اني. انا مسويت وجبة ثانية بغير لون، عندي اللون الاصفر قلت لكم، لان عندي ثوابات اسوي منها يصير لك شرك. وحاليا هذا راح اسوي من عنده كليجة، ما اعرف انزلها او ما انزلها ما ادري. هاي كملتها، راح اخلي نشا شوية على الوجه. وانتظرونا بالتقديم حبايب قلبي. هاي حبايب قلبي انتظرونا هسه بالتقديم. وهاي ما اروحها والعطر يخبط. وهاي اللي بقت عند الصينية، وانا عندي وجبة ثانية. ولا تنسون من اللايك والدعاء لي ولوالدي. استودعكم الله.